السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه سنة للطبخ. اليوم راح نديروا وصفه حلوه ان شاء الله تعجبكم. هي قلب اللوز، نديرها لكم بمقادير مضبوطه سهله مهله، ان شاء الله كامل تجربوها وتنجحوا فيها. نبداو اول حاجه قلب اللوز، نبداو بالشاربيز تاعنا. هنايا عندنا درت انا هنايا 3 كيلات سكر عادي مع 6 كيلات ماء مع نص حبه قارص، ونخليهم فوق النار كما يغلو. نحسب لهم 15 دقيقه بالضبط ونطفي عليهم. قلنا 6 كيلات ماء مع 3 كيلات سكر نص حبه قارص يغلو، نحطوهم يغلو. كي يغلو نحسبوا لهم 15 دقيقه ونطفيو عليهم. نبداو ديما بالشاربيز تاعنا باه كيتوجد لنا قلب اللوز تكون هي بردت لنا. نشعل عليها انا النار، عليها انا النار، نخليوها كي تغلي لنا نحسبوا 15 دقيقه ونطفيو. هذا بالنسبه للشاربات. اما بالنسبه لقلب اللوز تاعنا، عندنا هنايا 6 كيلات سميد متوسط، الافضل يكون متوسط من النوع المليح. عندي هنايا 4 كيلات سمين 4 كيلات سكر. انا الكيلات تاعي كيلت بهذا الفنجان، وانتم الكيله كما تحبوا على حسب افراد العائله، لكن العائله الله يبارك كبيره كبروا الكيله. هنايا خلطوا هكذا، قلنا 6 كيلات سميد متوسط ولا خشين، كل واحد كيف يحب قلب اللوز تاعو. ندخلوهم في بعضهم، لازم المقادير يدخلوهم مليح في بعضهم. 6 كيلات سميد، راني نعاود في المقادير هكذا باه تشوفوا عليها. 6 كيلات سميد خشين ولا متوسط مع 4 كيلات سكر، يدخلوا مليح في بعضهم. دوكا نبداو نبسسو فيهم. نحطو لهم الزيت تاعنا، كيله زيت هكا. يعني هذه الطريقه انا موالفه نديرها من زمان، ناجحه يعني 100%، بنينه تسخف. رانا في رمضان ان شاء الله ديروها وتستمتعوا بها هكذا. ندخلو مليح المقادير، سيرتو الزيت ندخلوه مليح، السميد والسكر هكذا باه يتبسم مليح اللوز تاعنا. انا كنت شعلت الكوشه هكذا باه كي نخلص نبقى الكوشه تاعي سخونه. درتها نار قويه، ومن بعد كي نخلص قلب اللوز تاعي نوجدو نقصلها شويه ما تحرقليش. ما ننساش الشاربات تاعي قلنا كي تغلى نحسبوا لها 15 دقيقه ونطفيو عليها هكذا. نزيدو الحليب تاعي كيله تانك، عفوا ماشي الحليب، اللبن، يعني صايمه ما تلومونيش. اللبن تاعي هذا قلب اللوز باللبن. هذاك اللبن يمدلنا طراوه قلب اللوز تاعنا ما يجيناش يابس. نزيدو هنا عندنا كيله من الزهر،
عندي هنايا كميه من اللوز. انا عندي هنا اللوز كنت درت لكم فيديو تاعو المره اللي فاتت، صح ما يهمش لوز ولا كاوكاو، المكسرات اللي عندك ما نحشيو بها قلب اللوز تاعنا. وعندي هنايا كميه من السمن باه ندهن المول تاعي. عندي انا هنايا طلا على حسب الكيله اللي عندي هكذا، تبعوني مليح هكذا. نحط نصف الكميه، نقسم العجين تاعي اللي تحصلت عليه ولا الخليط نقسمه على زوج. الشاربات تاعي نروح برك نبدا نحسب لها 15 دقيقه. يغلات عندي درك الشاربات تاعي، نحسب 15 دقيقه ونحيها، نغسلها شويه برك الماء هكذا. نحط عفوا لا نسال اللي عندي هكذا، ندير تشوف مليح هكذا، يعني نحط كميه لاباس بها. دوكاتي نحط نصف الكميه قلنا تاعنا تاع اللوز تاع الخليط ما نمدهاش في نحط الساعه اللوز تاعي نحشو هكذا. هذا الحشو يكون ناشف، ما يكونش فيه كيما العقده اللي مولفين نديروها للصامصه ولا السيجار ولا المحنشه، لا هذا يكون ناشف. اللوز بعدا نشفوه في الكوشه كما نعت لكم، نحيوه يكون شويه خشين، ما يكونش هكذا. نزيدو الكميه الاخرى نحطوها من الفوق هكذا. نحاولوا نمدوا اللوز تاعنا هكذا بالعقل. نغطيو اللوز تاعنا هكذا. هذه هنا طريقتي، والله غير تخرج ناجحه 100%، ما خبيت عليكم حتى سر هكذا. والله يجي خير نتاع الاسواق. نضمنوا فيه النظافه، على بالنا بلي ناكلو حاجه نقيه نظيفه في نفس الوقت بنينه بنا مضمونه هكذا. نمسحو هنا اذا هنايا كنت انا خليت شويه حبات لوز كاملين مزيان بيهم هنايا قلب اللوز تاعي، باه كي نقسم كل حبه نمدلها وحده، ماشي بالضروره لوز اللي عندها كاوكاو دير كاوكاو، بيفوا الكاوكاو ولا غير يخرج خير الطعم تاعو باين خير من اللوز.
هكذا نكمل كامل الصينيه تاعي. بعدا نكونو تحصلنا على قلب اللوز تاعنا واجد. نحطوه يطيب. كيف نعرفوا بلي قلب اللوز تاعنا طاب؟ هنا الشطوط تاعو يحماروا خلاص بلي طاب من التحت. كي نشوفوا الشطوط تاعو حماروا او طاب من التحت، واش نديروا انا؟ نحمروا من الفوق ونجبدو نسقيه ان شاء الله مع بعض، نسقيوه مع بعض. اذا انا هنايا بعد ما جازت من 30 دقيقه حتى 35 دقيقه جبدته. تشوفوا الاخر تاعي تحمر، قلب اللوز تحمر او سخون. الشاربات تاعي بعد ما طابت حسبت لها 15 دقيقه، بعد ما غلات حسبت لها 15 دقيقه، طفيت عليها وحطيت لها شويه من الزهر باش ما تروحليش الريحه تاعو. درك واش ندير؟ قلب اللوزه سخون والشاربات تاعي بارده. شفتوا هكا شربت نسقيو بها قلب اللوز تاعي. هو يشرب وانا نسقي حتى نتشرب كامل الشربات تاعي. هنايا كملنا الشربات تاعي كامل، جاتني جيست كملتها كامل. نخليها هذه درك في قلب اللوز تاعي، نخليه ليله كامله هو هكذا، ومن بعد نقسمه ان شاء الله مع بعض. اذا هاو قلب اللوز تاعنا، نقرب لكم تشوفوه. شفتوا كي جا الله يبارك حمر. نسيي نقسمه شويه. بسم الله. تبعوا الطريقه نجحوا فيها ان شاء الله. يعني هذه الطريقه مضمونه 100%. هاهو قلب اللوز تاعنا. نجيب فرشة جا معسل الله يبارك. في الاخير نتمنى لكن عجبكم هذا الفيديو ديروا لي جيم، بارطاجيو لي الفيديو تاعي اصدقائكم، شاركوا في قناتي ليصلكم جديدي، والى اللقاء في فيديوهات اخرى ان شاء الله. الى اللقاء.